واضح كده يا ولاد ان السن ما بيتخباش، عندي شعر ابيض. سن ايه سن ايه؟ واحنا اللي بنشوفه قليل؟ ده احنا شعرنا شاب من كتر ما شفنا. انا شعري هياخد 3 اكياس حنه زي الفل علشان ما احطش صبغه، عشان ما نهلكش الشعريه، عشان هي مش ناقصه اصلا. من دول بياخد 40 مللي ميه، ولو ما عرفتيش تعايري ب 40 مللي بالظبط خليها ما هي زي ما شفتيها في الفيديو كده. فانا دلوقتي هفرق شعري 4/4 علشان اصبغه سهل. ايه اصبغه دي؟ ايه اصبغه دي؟ ما احنا واخدين على الصبغه، واخدين على السلس، حتى اللسان واخد على الصبغه. اسرع واحده تحط الحنه. بصوا خلصتها على شعري كله، وهستناها نص ساعه بالظبط وارجع لها تاني. هنا كنت بشوف نشفت ولا لا، وطبعت من ايدي وانا بعملها، فاتاكدت انها نشفت وقعدت العب في شعري شويه ورحت غسلتها. بصوا لون اسود قوي ازاي. وعلى فكره محافظه على ترطيبه الشعرايه، يعني شعر ما نشفش بعدها خالص، لانها حنه طبيعيه وبتحافظ على الشعرايه وفيها زيوت طبيعيه. وانت فاتيكا طبعا غنيه عن التعريف. انا استخدمت فاتيكا وجبت منها 3 الوان، لان في منها 4 الوان تقريبا. انا لقيت ال3 دول وجبتهم اسود وبني وكستنائي اللي هو مدي محمر ذهبي. على فكره انا صعب احط حاجه على الشعر ولا اغير لونه، لان انا اصلا بعالجه. اكيد هستخدم حاجه خاليه من الامونيا عشان ما تضرش شعري ولا فتله شعري. في الصيدليات وتقدروا تطلبوه اونلاين، احط لكم الاكونت